كاين واحد الحقيقة اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش أو ما باغيينش يعرفوها أصلا، وهي أن ضياع الفلوس ما كيوقعش غير في الحوايج الكبيرة، ولكن كيوقع بزاف في الحوايج الصغيرة اللي كتبان عادية وكتدوز كل نهار بلا ما ننتبهوا ليها. في دول كتيرة لقاو باللي العائلة المتوسطة كتضيع مبالغ كبيرة غير في الأكل اللي كتشريه وما كتستهلكوش، ماشي كتاكلو، ماشي كتستافد منه، كيتلوح نيشان في الزبل. إلا جينا نقربوا هذه الفكرة للواقع المغربي غادي تلقى باللي بزاف ديال العائلات كيشريو أكثر مما كيحتاجوا، ومن بعد كيبقى داك الماكله حتى كتخسر وكترمى بلا ما حتى نحسوا بقيمتها. إلا حسبناها بطريقة بسيطة غادي تلقى باللي عائلة مغربية متوسطة تقدر بسهولة تضيع بين 100 و 150 درهم في السيمانة غير في المواد اللي كتخسر وما كتاكلش. الرقم باين صغير، ولكن ملي تجمعوه على عام كامل كتلقى راسك ضيعتي تقريبا 5000 حتى ل 7000 درهم بلا ما تحس، غير في الحوايج اللي كنت تقدر تستافد منها. وهذا الشيء غير مثال واحد، ولكن ماشي هو الأخطر. كاين مصروف آخر كيكبر بسرعة وكيضغط على الميزانية ديال بزاف ديال الناس، وهو مصاريف الطوموبيل. في المغرب بزاف ديال الناس كياخذوا طوموبيلات بالسلف وكيبان لهم القسط الشهري صغير في البداية، ولكن مع الوقت كيتزاد عليه التأمين، الصيانة، ليسانس والبنزين، وكيولي واحد الحمل اللي ما ساهلش. دابا تخيل معايا واحد كيخلص تقريبا 2200 درهم في الشهر غير في السلف ديال الطوموبيل، وزيد عليها تقريبا 400 درهم تأمين وشي 700 درهم ديال ليسانس. في الاخر كتلقى باللي الطوموبيل كتشد منك حوالي 3300 درهم كل شهر. هذا الرقم بوحده يقدر يكون نص صالير واحد الانسان، ومع ذلك بزاف ديال الناس ما كيحسبوش الصوره كامله قبل ما يدخلوا في هذا القرار. وإلا وقفتي لحظه وفكرتي غادي تكتشف باللي المشكل ماشي في انك عندك طوموبيل ولا في انك كتعيش حياه عاديه. المشكل هو في ان بزاف ديال القرارات كدار بلا حساب دقيق وبلا ما نشوفوا التأثير ديالها على المدى البعيد. هاد الأرقام الصغيرة هي اللي كتبين الفرق الحقيقي بين كيفاش كيتعاملوا الناس العاديين مع الفلوسهم وكيفاش كيتعاملوا الناس اللي كيبنيو الثروة بالصح. الفرق ماشي في قرار واحد كبير وماشي في فرصة ذهبية ولا في مشروع خارق. الفرق كيكون في مجموعة ديال العادات الصغيرة المملة واللي مرات حتى كتكون بايخة شوية. هاد العادات ما فيها لا إثارة لا تشويق ولا حماس كبير، ما كتعطيكش إحساس ديال الفوز السريع وما كتحطكش في موضع البطل اللي دار ضربة كبيرة. ولكن مع الوقت هاد العادات الصغيرة كتجمع نتائج كبيرة لدرجة أن الفرق بين شخصين كيولي واضح جدا بعد سنوات قليلة فقط. قبل ما نكملوا، اللي كيبغي يخدم اونلاين ولا يشري ولا يستثمر في عملات رقميه وكيلقى مشكل، جبت لكم الحل. تقدر دير هادشي كامل وبسهوله. تطبيق سميتو رايزن، كتدخل التطبيق وكتصاوب الكونت ديالك في دقائق. دخل الجيميل ديالك، غيوصلك كود كونفيرماسيون. من بعد التسجيل الكارت ديالك كتكون واجده في دقائق. كيفاش تخرج الفيزا كارت ديالك؟ غطلع لك الشاشه الرئيسيه، برك على الايقونه د الكارطه الفوق على اليمين، من بعد برك على باي ولا اد نيو كارد واختار فيرتشوال فيزا. ما تنساش دخل الكود حماد باش تاخذ 90% تخفيض على اول بطاقه فيزا ديالك. واجده باش تخلص بها اونلاين الاشتراكات ديالك ولا تزيدها في ابل باي وجوجل باي. تقدر تستعمل الكارت الافتراضيه مباشره في المواقع اللي كتطلب الدفع بالدولار بلا داك المشكل ديال payment failed. عندك حساب بالدولار داخل التطبيق، وهذا الشيء كيعاون بزاف في الخلاص اونلاين، وكاين حتى 2% كاش باك على بعض المشتريات. الا بغيتي تبدا تستثمر من دارك غير بتليفونك، القضيه سهله. كتبرك على انفست، تقدر تشري ابل، جوجل، امازون وحتى كوين بيز والذهب بضغطه واحده. كل شيء واجد لك في تطبيق واحد. وباش تشاركوا ممكن تربح $1000. تيليشارجي التطبيق من بلاي ستور ولا اب ستور، غتلقى واحد البانر فيه مسابقه ديال ريفيرال. المنطق بسيط، اكثر واحد كيعرض على الناس يتسجلوا كيربح $1000 كل شهر. الرابط ديال رايزن موجود في الديسكريبشن. وكتب حماد واستفد من بطاقه فيزا بخصم 90%. العرض محدود. ولكن خلينا نرجعوا للنقطة المهمة، حيث الأدوات بوحدها ما كتبدلش حياتك إلا ما تبدلاتش العقلية اللي كتحركها. والمشكل الكبير هو أن حتى حد ما كيبغي يسمع هاد النوع من الكلام. إلا دوزتي غير 5 دقائق في السوشيال ميديا غادي تلقى الفيديوهات كلها كتهضر على كيفاش دير سايد هاسل ولا تدخل في كريبتو ولا تلقى الطريقة السحرية باش تولي غني في مدة قصيرة. هاد المواضيع كتعجب الناس وكتجيب المشاهدات وكتبان زوينة في الفيديوهات والصور، ولكن الحقيقة اللي ما كتعجبش بزاف
هي أن الثروة الحقيقية غالباً ما كتبناش بالحوايج المثيرة، كتبنا بالحوايج المملة، ولكن كتخدم بصمت. هذا الفيديو ماشي غادي يعطيك وصفة سحرية، وماشي غادي يقول لك كيفاش تولي غني في شهر ولا جوج. هذا الفيديو غادي يعطيك 10 العادات اللي باينة بسيطة وحتى بايخة شوية، ولكن فعالة بزاف على المدى البعيد. والمفارقة الغريبة هنا هي أنه كلما كانت طريقة تسييرك لفلوسك مملة وبسيطة، كلما كنت أقرب للطريق الصحيح. ويمكن دابا كيبقى السؤال اللي خاصك تطرحه على راسك: واش العادات المالية ديالك كتعاونك تبني ولا كتخليك غير تدور في بلاصتك كل شهر بلا ما تحس؟ الثروة ما كتبناش في نهار واحد، كتبنى في قرارات صغيرة كتعاودها كل يوم حتى تولي جزء من حياتك بلا ما تحس. ودابا خلينا نبداو بأول العادة اللي كتبان بسيطة بزاف، ولكن هي اللي كتحدد واش الفلوس ديالك غتبقى تحت السيطرة ولا غتبقى كتفلت من يديك بلا ما تحس. كاين واحد القرار مالي كيقدر يحدد واش غتبقى حاصل سنين ولا غتلقى راسك كتقدم بشويه بشويه، وهو القرار ديال الطوموبيل اللي كتختار تسوق. بزاف ديال الناس ملي كيبداو يخدموا كيكون اول حلم عندهم هو يشريو طوموبيل جديده، وبمظهر كيخليهم يحسوا براسهم داروا خطوه كبيره في الحياه. ولكن اللي ما كيبانش في داك اللحظه هو ان الطوموبيل الجديده ماشي غير وسيله نقل، هي واحد القرار المالي اللي كيقدر يكلفك سنين ديال التاخير. طوموبيله جديده يقدر بسهوله يوصل ل 2200 حتى ل 2800 درهم في الشهر بلا ما نحسبوا التامين، الصيانه والمازوت. وإلا حسبنا هذا الرقم على عام كامل كتلقى باللي كتصرف ما بين 26000 و 33000 درهم في العام غير باش تسوق حديد جديد. والأخطر من هذا الشيء هو أن الطوموبيلة كتفقد جزء كبير من قيمتها غير في السنة الأولى. طوموبيلة شريتيها مثلا ب 150,000 درهم ممكن بعد عام واحد تولي تسوى أقل بزاف، وداك الفرق اللي ضاع غالبا كيكون أكبر من المبلغ اللي بزاف ديال الناس كيقدروا يدخروه في عام كامل. الحل اللي كيديروا بزاف ديال الناس اللي فاهمين الفلوس هو أنهم كيشريو طوموبيلة مستعملة عندها 4 حتى ل 6 سنين، غالبا من ماركات معروفة بالقوة بحال تويوتا ولا هوندا. هاد الطوموبيلات غالبا كيكون طاح ثمنها بزاف، ولكن مازال خدامة مزيان وتقدر تعيش معك سنين بلا مشاكل كبيرة. تخيل معايا الفرق، إلا قدرتي تنقص من القسط ديالك غير 1000 درهم في الشهر وخليتي داك الفرق يتجمع ولا تستثمروا في شي حاجة بسيطة، بعد سنوات قليلة غادي تلقى راسك جمعتي مبلغ محترم. مبلغ ماشي باش تبان راكب حديد جديد، ولكن باش تبني راحة مالية حقيقي. طيب نفس الماكلة بالدوران، هاد العادة كتبان بسيطة بزاف وحتى مملة شوية، ولكن في الحقيقة هي من أقوى العادات اللي كتأثر مباشرة على ميزانية أي عائلة. بزاف ديال الناس كيشوفوا الماكلة كنوع من الترفيه، كل نهار خاص يكون طبق جديد، فكرة جديدة ومشتريات جديدة، ولكن هاد الطريقة كتخلي المصاريف ديال التقضية تبقى متقلبة، وكل سيمانة كتجيب معها مفاجآت. ولكن ملي كتكون عندك 4 ولا 5 د الوجبات الأساسية اللي كتدورهم كل سيمانة، كتولي المصاريف واضحة معروفة وما فيهاش مفاجآت. كتولي عارف بالضبط شحال خاصك من رز، خضار، دجاج ولا لحم، وما كتبقاش كتشري بزاف بالحساب. العائلات اللي كدير هاد الطريقة غالبا كتلاحظ باللي مصاريف التقضية كتقدر تنقص حتى ل 30% ولا 40% بلا ما تحس بحرمان، ماشي حيت ولات كتاكل أقل، ولكن حيت ولات كتاكل بذكاء. والمفاجأة هنا هي إن النظام ما كيخليكش غير توفر الفلوس، كيخليك حتى توفر الوقت والتفكير والتوتر اللي كيجي مع السؤال اليومي: اشنو غنطيب اليوم؟ كل داكشي اللي شريتي قبل ما تشري كتر. كاين واحد الخطأ بسيط كيديروه بزاف ديال الناس بلا ما ينتبهوا، وهو أنهم كيمشيو يتقداو قبل ما حتى يشوفوا شنو باقي عندهم في الدار. الثلاجة فيها بقايا، الفريغو فيه مواد مازال ما تستعملوش، والبلاكار عامر بحوايج ممكن تكفي أيام. ولكن رغم هاد الشيء كنزيدو نشريو حوايج جداد حتى كيولي عندنا فائض، وداك الفائض كيخسر مع الوقت. الحل هنا بسيط بزاف ولكن قوي. دير سيمانة واحدة في الشهر سميها سيمانة اللي كاين ناكلوه. في هاد السيمانة ما تمشيش تتقدى حتى حاجة، غير استعمل داكشي اللي عندك في الدار. بزاف ديال العائلات اللي جربوا هاد الطريقة لاحظوا باللي ميزانية الماكلة عندهم نقصت تقريبا 15% حتى ل 25% بلا ما يحسوا بحرمان ولا ضغط. والأجمل في هاد العادة هو أنها كتخليك تحس بقيمة الحاجة اللي شريتي،
ما كتبقاش مجرد رقم في الفاتورة، ولكن كتولي حاجة كتستعملها حتى الآخر. صوب القهوة والمشروبات في الدار. القهوة كتبان حاجة صغيرة، وكاس واحد في اليوم ما كيبانش خطير، ولكن المشكلة ماشي في الكاس الواحد، المشكلة في التكرار. إلا كنتي كتشري قهوة من برا كل نهار بثمن تقريبا 12 حتى ل 18 درهم للكاس، في الشهر غادي تلقى راسك صرفتي بسهولة 400 حتى ل 500 درهم غير على القهوة، وعلى عام كامل الرقم يقدر يوصل حتى ل 5000 ولا 6000 درهم بلا ما تحس. ولكن إلا صوبتي القهوة في دارك، الكاس الواحد يقدر يكلفك أقل من 2 دراهم. الفرق بين القهوة ديال الدار والقهوة ديال برا ماشي غير في الثمن، الفرق في المجموع اللي كيولي كبير مع الوقت. الفكرة هنا ماشي أنك تحرم راسك من القهوة ديال برا نهائيا، ولكن تخليها للمناسبات، اللقاءات أو اللحظات الخاصة. أما القهوة اليومية خذها من دارك وخلي الفرق يتجمع مع الوقت، حيث في الأخير الثروة ما كتبناش بقرارات كبيرة فقط، كتبنى بعادات صغيرة كتكررها كل يوم حتى كتولي جزء من حياتك بلا ما تحس. هز معاك ماكلتك لكاع البلايص. كاين واحد القرار بسيط ما فيه حتى تعقيد، ولكن يقدر يبدل الميزانية ديالك بشكل واضح، وهو أنك تبدل عادة الأكل من برا بعادة بسيطة. هز معاك الماكلة ديالك من الدار. الغدا من برا في المغرب يقدر بسهولة يكلف 35 حتى ل 50 درهم في النهار، خصوصا إلا كنتي خدام في وسط المدينة ولا قريب للمحلات. ولكن نفس الغدا إلا تصوب في دارك يقدر يكلفك تقريبا 12 حتى ل 18 درهم فقط. دابا تخيل الفرق، إلا كنتي كتشري الغدا من برا 5 المرات في السيمانة، غادي تلقى راسك كتخسر تقريبا 700 حتى ل 900 درهم في الشهر غير على الغدا. ولكن إلا هزيتي معاك الماكلة من الدار تقدر تنقص هذا المصروف حتى للنص، ويمكن توفر بسهولة 400 حتى ل 500 درهم كل شهر. تقضى بيديك ماشي بالتليفون. التكنولوجيا سهلات حياتنا بزاف، ولكن حتى خلات صرف الفلوس أسهل بزاف من اللازم. ملي كتكون التطبيقات ديال الشراء في تليفونك كتولي تقدر تشري أي حاجة في ثواني بلا ما تحس بثقل القرار، غير ضغطة زر والسلعة في طريقها ليك. ولكن الناس اللي كيشريو أونلاين بزاف غالبا كيلاحظوا باللي كيصرفوا أكتر من اللازم، حيت كلشي ساهل وكلشي سريع، وما كاينش داك الإحساس اللي كيجي ملي كتشد الفلوس بيديك. ملي كتمشي تقضى بيديك كاين شوية تعب، خاصك تخرج تمشي تدور وتوقف في الصف. هاد الصعوبة الصغيرة كتخليك تفكر قبل ما تشري، كتسول راسك واش محتاج هاد الحاجة بصح ولا غير شفتها وبغيتها. اختار ستيل واحد في اللبس وحبس الشراء العشوائي. الحوايج حتى هما كيقدروا يكونوا حفرة كتبلع الفلوس بلا ما نحسوا. بزاف ديال الناس كيشريو الحوايج بدافع اللحظة، عرض هنا، تخفيض هنا، ولا موضة جديدة خرجات. ولكن في الآخر كتلقى البلاكار عامر، ومع ذلك كتحس باللي ما عندكش ما تلبس. واحد الإنسان يقدر بسهولة يصرف 250 حتى 400 درهم في النهار في الحوايج بلا ما ينتبه، وهذا الرقم ملي تجمعوا على عام كيطلع مبلغ محترم. الحل اللي كيعتمدوا بزاف ديال الناس المنظمين ماليا هو أنهم كيديروا ستيل واحد بسيط، ألوان متناسقة، حوايج قليلة ولكن بجودة زوينة، وكل شيء كيتجمع مع بعضه. هالطريقة كتخليك تشري أقل وتلبس أكتر وما تبقاش تابع الموضة كل شهر. تعامل مع راسك بحال فاتورة وخلص راسك هو الأول. هاد العادة تعتبر من أقوى العادات المالية اللي ممكن تديرها، رغم أنها كتبان بسيطة بزاف. الأغلبية ديال الناس ملي كيوصلهم الصالير كيبداو يخلصوا الكرا، الفواتير والمصاريف اليومية، ومن بعد إلا بقى شي حاجة صغيرة كيحاولوا يوفروا منها. ولكن الناس اللي كينجحوا ماليا كيديروا العكس تماما. ملي كيوصل الصالير أول حاجة كيديروها هي أنهم يحيدوا جزء صغير للادخار أو الاستثمار. حتى 500 ولا 1000 درهم في النهار تقدر تكون بداية قوية. عيش عامين مور الصالير ديالك. كاين واحد الفخ خطير كيطيح فيه بزاف ديال الناس، وكيوقع غالبا ملي كتزادهم الخلصة. ملي كيطلع الصالير كتطلع معاه المصاريف، طونوبيل حسن، حوايج كتر، خرجات كتر، وهاد الظاهرة كتسمى لايف ستايل كريب. الحل هنا بسيط ولكن قوي. تخيل باللي الصالير ديالك مازال هو صالير هدي عامين، وخلي أي زيادة جاتك تمشي نيشان للادخار أو الاستثمار. مثلا إلا تزاد لك 800 درهم في الشهر، حاول ما تبدل حتى
حتى حاجة في حياتك اليومية وخلي داك الفرق يتجمع. مع الوقت هاد الزيادات الصغيرة كتولي مبالغ كبيرة بلا ما تحس. دير هواية كتدخل الفلوس. أغلب الناس عندهم هوايات ولكن بزاف ديالها كتخسر الفلوس فقط. تفرج في التلفازة، لعب الألعاب، ولا تضيع الوقت في السوشيال ميديا. هادشي كيعطي راحة مؤقتة ولكن ما كيضيف حتى قيمة مالية. ولكن إلا قدرتي تبدل هواية واحدة فقط بهواية كتنتج فلوس تقدر تفتح باب جديد تماما. إلا كتعرف دير شي حاجة بيديك بيعها. إلا كتحب شي موضوع صوب عليه محتوى. إلا عندك مهارة صغيرة طورها. تقدر مع الوقت تولي مصدر دخل إضافي وتعاونك تبني مستقبل مالي أقوى. حتى وحده من هاد العادات ما غتولي فايرال وما غتشوفهاش بزاف في الفيديوهات اللي كتشوفها كل نهار. المحتوى اللي كينتشر غالبا كيبين الحديد الغالي، السفر البعيد والحياة الفاخرة. ولكن الناس اللي عندهم راحة مالية بصح غالبا كيديروا العكس تماما، كيحسبوا مصاريفهم وكيكرروا نفس العادات البسيطة سنين طويلة. إلا جمعتي هاد العادات كاملين تقدر بسهولة توفر ما بين 1500 حتى 2500 درهم في الشهر. وإلا خليتي هاد المبلغ يتجمع ويتستثمر سنين غادي تلقى راسك بنيتي حاجة أكبر بزاف من مجرد توفير. بنيتي راحة مالية وحرية في قراراتك، حيث في الأخير الطريق الممل هو اللي كيوصل، والطريق المشوق غالبا كيبقى غير فرجة قصيرة ولكن نهايتها تعب طويل. السؤال دابا ماشي واش هاد العادات ممكنة، السؤال هو شحال من عادة منهم تقدر تبدأ بيها من هاد الأسبوع.